السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين الأوفياء في قناة الكورة نيوز، القناة التي تقربكم دائما من جديد كرة القدم المغربية والعالمية. اليوم عندنا حلقة خاصة وطويلة نناقش فيها كل التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الوطني المغربي قبل معسكر شهر شتنبر المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026. غيابات كثيرة، إصابات مؤثرة، بدائل جديدة، وأيضا مفاجآت منتظرة في اللائحة النهائية التي سيكشف عنها الناخب الوطني وليد الركراكي. تابعوا معنا للنهاية باش تعرفوا كل التفاصيل. المحور الأول: الغيابات الكبيرة. أول ما يشغل بال الجماهير المغربية حاليا هو ملف الغيابات. نصير مزراوي تأكد رسميا غيابه بعد إصابة على مستوى الركبة مع مانشستر يونايتد غيبته عن مباراة أرسنال، وسيغيب أيضا عن لقاء فولهام. هذا يعني أن الركراكي خسر واحد من أفضل أظهرة العالم حاليا. حمزة إكمان نجم رينجرز ما زال خارج الجاهزية بعد عودته من إصابة طويلة. اللاعب لم يخض أي مباراة تنافسية، وهذا يضعه بعيدا عن حسابات الناخب الوطني. عبد الصمد الزلزولي يعاني هو الآخر من إصابة جديدة وما زال في مرحلة التعافي. عز الدين أوناحي وضعية معقدة، مستبعد من مباريات مارسيليا لأسباب إدارية وتقنية، لكنه يبقى قطعة أساسية في وسط الميدان، والركراكي غالبا سيغامر باستدعائه لأنه يعرف قيمته الكبيرة داخل المنتخب. أسامة العزوزي، أسامة الصحراوي، وآدم أزلو، ثلاثي يعاني بدوره من إصابات متفاوتة وقد يغيب عن معسكر شتنبر. وأخيرا جواد يمين المنتقل حديثا لنادي النجم السعودي يعاني من غياب التنافسية بعد انتقاله. صداع الرأس للركراكي. كل هذه الغيابات تضع وليد الركراكي تحت ضغط كبير. الجماهير المغربية تعرف جيدا أن تصفيات كأس العالم لا تقبل أي خطأ، وأن البداية القوية ضرورية أمام النيجر وزامبيا. السؤال الكبير: من هم البدلاء؟ البدائل الدفاعية: محمد جواب وآيت بودلان. الجواب الأول جاء من إسبانيا. نادي بلد الوليد قدم مدافعه الجديد محمد جواب، وأكد عبر مديره الرياضي فيكتور أورتا أن اللاعب متواجد في اللائحة الأولية للأسود. محمد جواب البالغ من العمر 23 سنة، ابن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، لعب في رينا وأعير إلى أميان، والآن في الليغا الإسبانية. لاعب وسط دفاع شاب قوي بدنيا، ويعتبره الكثيرون مستقبل الدفاع المغربي. إلى جانبه هناك عبد الحميد آيت بودلان، لاعب رين الفرنسي الذي يقترب من الانتقال إلى لوريون. بدوره سبق أن حمل قميص المنتخبات الصغرى، وقد يكون حاضرا في اللائحة النهائية. المفاجأة: نائل العيناوي الجديد الأكبر. هو قرار لاعب روما الإيطالي نائل العيناوي حمل قميص المنتخب المغربي. اللاعب أكد في تصريح رسمي أنه مستعد للعب للمغرب وينتظر فقط دعوة الناخب الوطني. العيناوي يملك إمكانيات تقنية وبدنية ممتازة، يلعب كوسط ميدان، ويمكن أن يعطي إضافة قوية لخط الوسط، خصوصا مع معاناة الأسود من غيابات في هذا المركز. كل التوقعات تقول إنه سيكون المفاجأة السارة في لائحة وليد الركراكي. الندوة الصحفية: الناخب الوطني وليد الركراكي سيكشف عن اللائحة النهائية يوم الخميس 28 من غشة، ابتداء من الساعة 11 صباحا بمركب محمد السادس بسلة. هذه الندوة ستكون محط أنظار الجماهير المغربية ووسائل الإعلام، لأنها ستجيب على كل الأسئلة. من سيعوض مزراوي؟ هل سيغامر الركراكي باستدعاء أوناحي؟ هل سنرى أسماء جديدة مثل جواب والعيناوي وآيت بودلال؟ برنامج المباريات المنتخب المغربي سيخوض أول مباراة يوم الجمعة 5 شتنبر ضد منتخب النيجر، ثم مباراة ثانية يوم الاثنين 8 من الشهر ذاته ضد منتخب زامبيا. المباراتان ستلعبان على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أول ظهور بعد إعادة بنائه. إذن متابعين الكرام، المنتخب الوطني يدخل مرحلة دقيقة قبل انطلاق التصفيات. الغيابات كثيرة، لكن هناك أيضا أسماء جديدة واعدة قد تمنح الإضافة. الكل ينتظر لائحة الركراكي النهائية يوم الخميس لمعرفة كيف سيتعامل مع هذه الوضعية. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس باش توصلكم كل جديد.